تضمن بيان المعارضة القطرية الذي وقعه 66 معارضا سياسيا وشخصيات من شيوخ قطر والعائلات الحاكمة فيها، منهم 16 شخصية من عائلة آل ثاني الحاكمة، تضمن اتهامات خطيرة وبالجملة لأمير قطر الحالي، منها إقامة علاقات مع إسرائيل والعمالة للولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تشتيت الصف العربي، إلى جانب التورط رفقة عائلته وعائلة زوجته في قضايا فساد وظلم اجتماعي راح ضحيته الآلاف من القطريين. ولم ينسى موقعو البيان التطرق لزوجة أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حيث اعتبروا ظهورها الكثيف عبر وسائل الإعلام وبهندام مخالف للتقاليد في قطر اعتبروه بأنه مخجل، ليضيف البيان أن أبنائها قاموا باحتكار السلطات والظهور وفرضوا ظلما اجتماعيا على العديد من القطريين، مثل إجبار كبار التجار ورجال الأعمال على مشاركتهم في الأرباح وقيامهم بالاستيلاء على ممتلكات قطريين من عقارات من خلال التعسف في استخدام السلطة واستغلال عناصر الشرطة لترهيب ضحاياهم. كما تبنى الموقعون على البيان المبادرة التي أطلقت قبل أيام على موقع الفيسبوك على شبكة الإنترنت الداعية إلى إسقاط النظام القطري الحالي. كما كشفت مصادر من داخل الأسرة الحاكمة عن أن ما زاد من حدة الغضب في أوساط شيوخ العائلة الحاكمة تجاه الأمير الحالي هو شريط فيديو جرى تسريبه يظهر فيه الأمير حمد يوثق عملية تحميل الطائرات الأمريكية من قواعدها في قطر بقنابل الفسفور الأبيض والذخيرة والمعدات العسكرية، وإنشاء جسر جوي بين الدوحة وتل أبيب مرورا بدولة ثالثة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وقالت المصادر إن شريط الفيديو تم تسجيله من طرف ضباط قطريين كبار وتم تسريبه إلى بعض زعامات العائلة الحاكمة، ما أوجد حالة غليان ورفض للدور المزدوج والمتناقض الذي تقوم به دولة قطر في علاقتها العلنية الداعمة للفلسطينيين من جهة عبر ذراعها الإعلامي الجزيرة وتزويدها جلادها الصهيوني بأدوات قتلهم من جهة أخرى. طبعا لم يعد خافيا على أحد الرفض الشعبي المتزايد لوجود قواعد أمريكية استعملت في العدوان على بلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان، إضافة إلى ارتهان قطر في سياسته الخارجية تنفيذ خطط اللوب الصهيوني الأمريكي. طبعا هذا يضاف إلى وجود أزمة ثقة بين قطر ومعظم الدول العربية التي ترى أن الإمارة تتآمر وتحرض عليها. يرافق كل هذا ما قالته المخابرات الأمريكية مؤخرا عن احتمال حدوث انقلاب في قطر يقوده رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم على أميرها حمد بن خليفة. فإلى متى تتمكن أمريكا من المحافظة على استمرار الحكم حمد في قطر؟